السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو نفسك تاكلي محشي بجد تعالي شاهدي معايا الفيديو ده، فيديو جامد جدا. طريقة عمل المحشي مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في أي بيت، بس في تريكات كده لازم نعرفها عشان يطلع المحشي بتاعك جامد جدا إن شاء الله. طبعا عشان خاطر ما تضيعش وقت الفيديو، طبعا دي خلطة المحشي عبارة عن بصلة كبيرة كنت فرماها ناعم، عليها مادة دهنية، سمنة وزيت، وسمنة بلدي. طبعا حمرتهم على النار لحد ما البصلة احمرت، حطيت عليها صلصة الطماطم وعصير الطماطم لحد ما تسبكوا معايا. حطيت عليهم البهارات، ملح وفلفل وبهارات السبعة وكمون وملح. وبعد ما تسبكوا معايا حطيت عليهم الكزبرة والرز مغسول. طبعا اهم حاجة الرز يكون مغسول الاول على طول، يعني ما تنقعيش الرز يتغسل ويتحط في الصلصة على طول. والكزبرة طبعا مفرومة ناعم معاها شبت، وحطيته وقلبت كده كله مع بعضه، وبقت ايه المنظر الجميل ده. طبعا قورت كوسة وبتنجان وطماطم وفلفل. القلب بتاع الكوسة والطماطم حطيته على الخلطة بتاعتي في قاع الصينية، وحطيت عليهم بصلة مفرومة ناعم، وتبلتهم بملح وفلفل وشوية يعني معلقتين زيت، وقلبتهم كويس وعملت ايه لقاع الصينية كده. طبعا وحشيت بقى الفلفل الوان وكوسة وبتنجان، وحشيتهم كده قدامي. اتبقى طبعا شوية خلطة، كان معايا ورق خاص بالشكل ده. ورحت ايه لفاه كده، وحطيت الايه مليت الفراغات بتاعة الصينية بالطريقة دي. محشي سهل جدا وطريقة بسيطة. بس اهم حاجة التريكات بقى اللي انت تاخدي بالك منها، اللي انت عشان تعملي بقى محشي جامد جدا. والريحة بقى كانت جميلة جدا، خلطة المحشي دي روعة. مليت بقى الفراغات بالشكل ده، بقى محشي كوسة وبدنجان وفلفل ألوان. كنت حاطة لحمة سلقاها على النار. طبعا اللحمة دي سهل جدا يعني. شوحت اللحمة ببصلة وفلفل ومعلقة سمنة وورق لورا وحبهان، وحطيتهم لحد ما يشوحوا معايا، ورحت مزوداهم بمية، وسبتهم لحد ما يغلوا. استوت معايا اللحمة بالطريقة دي. وزعت اللحمة في صينية المحشي بالطريقة دي، وكان معايا حتة عضمية كده اللي هي النخاع بتاع عضمية فيها نخاع كده جميلة. وزعت بقى اللحمة بالطريقة دي، وحطيت عليها ايه فلفل اسمر على ملح، ورحت مزوداها شوية شوربة، وغطيتها بورق الفويل ده، وحطيتها شوية على البوتاجاز لحد ما تغلي معايا. تمام كده، حطيتها على البوتاجاز لحد ما تغلي معايا، وهي كانت متغطية بالورقة الفويل. اول ما بدأت تغلي كده وتشرب الشوربة بتاعتها، رحت حطها في الفرن. خدت وش بقى وخدت واستوت معايا وبقت بالشكل ده. طبعا المحشي المشكل لما بيتحط على بعضه، الأطعم بتاعته بتتداخل مع بعضها، وبيبقى طعمه جميل جدا وتحفة بسم الله ما شاء الله. الريحة ما اقولكمش عليها، كانت خطيرة جدا وجامدة جدا. طبعا انت ممكن تحطيها في حلة، وممكن تحطها في صينية كده في الفرن. انا بحبها طريقة عمل الصينية كده في الفرن، بتبقى جامدة جدا والريحة خطيرة. تعملي الطريقة دي واعتمديها. ما تنسيش بدعوة حلوة لما تعملي الطريقة دي وتجربيها. ما تنسينيش باللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة أول بأول، وتكوني أول واحدة تشوفها بإذن الله. ولو عجبك الفيديو دوسي لايك للفيديو دعما منك للقناة، واترككم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.